السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي ممكن نعمل حساب على مايكروسوفت تيمز عشان نقدر ان احنا ندخل بيه على المحاضرات بتاعتنا وعلى الجروبات بتاعتنا، ونقدر ان احنا نتابع بيها يعني بشكل سهل جدا. هنبدأ من الأول خالص. لو احنا أصلا ما عندناش أي حساب على أي جيميل أو أي حاجة، طبعا انت لو عندك جيميل أو أي حساب تاني هيكون الموضوع سهل جدا، فاستنى معانا الخطوة دي. أول حاجة هنروح نكتب في السيرش، لو احنا ما عندناش أي حسابات خالص نكتب اوتلوك. ندخل هيجي لنا بالطريقة دي سواء موبايل أو من أي مكان، وندوس كرييت أكونت. هيظهر معانا بالطريقة دي يقول لنا اختار اليوزر بتاعك، الاسم اللي انت عاوز تستخدمه. فهنكتب هنا الايميل بتاعنا الجزء الأولاني، مثلا نكتب سامي. سامي مثلا. تمام كده. يقول لي اعمل باسورد هنا عشان تقدر تفتح بيها الحساب بتاعك. لاحظ ان هي لازم تكون فيها حرف كابيتال، حرف كبير. يعني مثلا كده نخليها معاكم كده ظاهرة اهو. لا كده مش ظاهرة. كده نخليها ظاهرة. مثلا سامي. ماشي. 4 مثلا كده. نحط تاريخ بالميلاد بتاعنا، أي تفاصيل. بلاش نأفور أوي يعني. الاسم بقى اللي احنا عاوزينه يظهر للناس، فمثلا ممكن نخليه سامي أحمد. بيقول لي هنا لو طلب مني تحقيق زي ده وتحقق زي ده، هفضل دايس كده لحد ما يعدي أو زي ما يطلب مني. بس خلاص هو كده خلص. لو جالنا حاجة زي كده نكنسل. كنسل برضو تاني. هيفتح معانا الإيميل بشكل طبيعي جدا. كده احنا عملنا أول خطوة في التسجيل. لو أنا بقى معايا جيميل هتتابع معايا من هنا كده. خلاص بيقول لي تمام كده احنا معانا أكونت يجي لنا على الرسالة. هنروح بقى من الثلاث نقط اللي هنا دول، ونروح لتيمز بتاعنا مايكروسوفت تيمز، او اقدر ابحث عنه هنا في السيرش في جوجل واكتب تيمز وهيظهر لي. مفيش اي مشكله خالص، دي او دي الاتنين نفس الحاجه. هنستنى يحمل معانا ويفتح اهو. على ما يفتح مثلا ممكن برضه لو كده هنا وكتبنا تيمز ونسجل، هنلاقي برضه هي نفس الطريقه بالظبط. هنا فتح اهو. تمام. خلينا بقى في الاكونت بتاعنا نتابع. وبس كده بقى عندنا حساب. مجرد ما عملنا الحساب ده بالطريقه دي، عاوزين ناخد الايميل اللي موجود هنا، اللي هو الايميل اللي احنا انشأناه، اللي هو ده. يعني نجيبه منين؟ هو ده سامي @outlook.it ده مثلا. او لو احنا دوسنا على الايميل بتاعنا كده اهو، مثلا جينا عند المستخدم اهو، هنلاقي ظهر لنا. ناخده نسخ من هنا، هي او اي مكان، او واحنا بنكتبه من اول مرة، ونبعته بقى تبعتوه لينا عشان نقدر ان احنا نضيفكم بيه على على المنصات بتاعتنا، وعشان تقدروا تدخلوا بيها المجموعات وإلى آخره، يعني من حاجات موجودة أوي على تيمز تقدروا تستخدموها إن شاء الله. وما تنسوش طبعا لو في أي مشكلة قابلتكم، ممكن الموضوع يكون مشي سلس معانا. لو في أي مشكلة ابعتوا لنا سكرين للمشكلة ظهرت لكم ونحلها مع بعض إن شاء الله على طول.